وحشتوني. مخاوفنا الداخلية وما أدراكه وما مخاوفنا الداخلية. ولما نشك في حاجة إنها هتحصل يبقى هتحصل. كتير من الناس عايشة في صراع داخلي صامت، صراع ما بين القلب والخوف. بيبقى جواك إحساس إن في حاجة وحشة هتحصل، فتقعد تسأل نفسك: هو أنا حاسس بكده عشان دي الحقيقة ولا أنا خايف وبس؟ وده بيظهر جدا في العلاقات الإنسانية. تلاقي شخص داخل علاقة كويس والطرف التاني بيحاول ويعمل اللي عليه والدنيا ماشية طبيعي، ولكن جواك صوت بيقول العلاقة دي هتنتهي، هيبعد، هيتغير، أنا مش هكمل. فيبدأ يعيش النهاية قبل ما تحصل أصلا. طب هل خوفي من شيء معناه إنه هيحصل فعلا؟ الإجابة ببساطة لا. الخوف مش نبوءة ومش رسالة غيبية. الخوف مجرد إحساس ناتج عن أفكار، تضارب جروح قديمة جواك أو قلق داخلي. يعني لو أنت اتخذلت قبل كده طبيعي جدا تبقى خايف تتخذل تاني. لو اتحبيت واتسبت طبيعي تبقى خايف من الفقد. لو شفت علاقات حواليك فشلت يبقى تبقى مقتنع إن كل علاقة نهايتها وجع. فالعقل هنا بيبدأ يحاول يحميك بس بطريقة غلط، بيخليك تتوقع الأسوأ قبل ما يحصل. طب ليه بنصدق مخاوفنا؟ لأن الخوف بيجي بصوت مقنع جدا، بيدخل دماغك كأنه حقيقة مش احتمال. يقعد يقولك أنا حاسس إن هو مش زي الأول، بيرد متأخر يبقى زهق، اتغيرت نبرته يبقى أكيد ناوي يمشي ويسيبني، أنا قلبي مش مرتاح. مع إن الحقيقة أبسط من كده بكتير. ممكن الطرف الآخر يكون مشغول، مضغوط، تعبان، ساكت، أو حتى طبيعي جدا. لكن لما الإنسان يكون خايف بيشوف كل شيء من عدسة الخوف. طب أصدق قلبي ولا لأ؟ لازم الأول نفرق ما بين القلب والقلق. القلب الحقيقي بيكون هادي، بيكون واضح، مش مستعجل، بيقولك الحقيقة من غير ما يفزعك أو يخوفك. طب القلق صوته عالي ومستعجل وبيخوفك على طول، وبيخليك تراقب وتتوتر وتفسر كل حاجة غلط. يعني لو إحساسك جاي مع رعش توتر وشك وأرق ومراقبة مستمرة، غالبا ده قلق مش قلبك. إنما لو فيه هدوء داخلي وملاحظة واضحة وسلوكيات متكررة من الطرف الآخر، ساعتها لازم تنتبه. هناخد أمثلة. واحدة خايفة إن العلاقة تنتهي، فتبدأ تسأل كل شوية أنت بتحبني؟ تراقب آخر ظهور ليه، تزعل من أي تأخير عليها، تفتعل المشاكل، تطلب تطمين طول الوقت. الطرف الآخر بالطبيعي هيتعب وفعلا هيبدأ يبعد، فتقول شفت أنا كل أحاسيسي طلعت صح. لكن الحقيقة إن أحيانا الخوف نفسه هو اللي صنع النهاية هنا، وده اسمه إننا نهدم الشيء خوفا من فقدانه. طب أعمل إيه لما يجيني الخوف؟ رقم 1: أقف وفكر وسمي إيه اللي جواك. قول لنفسك: هل أنا دلوقتي خايف ولا مش متأكد؟ الجملة دي مهمة جدا لأنها بتفرق ما بين الشعور والحقيقة. رقم 2: اسأل نفسك: في دليل على التصرفات ولا مجرد إحساس داخلي؟ هل في تجاهل؟ هل في كذب متكرر؟ هل في برود؟ هل في انسحاب حقيقي من العلاقة ولا مجرد توقعات جوية؟ رقم 3: ارجع لتاريخك جوا نفسك. هل الخوف ده من الشخص الحالي ولا من الجروح القديمة اللي جواك؟ كتير بنعاقب ناس جديدة على ذنوب قديمة. رقم 4: ما تتصرفش وقت الذعر والخوف. وانت خايف اوعى تاخد قرار انفصال ولا اتهام للطرف الآخر ولا تعمل مشكلة جديدة، استنى لما تهدى. رقم 5: اتكلم بصراحة. بدل ما تقوله انت هتسيبني، قوله انا حاسس بعدم امان وعايز افهم. فرق كبير ما بين ان انا اتهمه وما بين الصدق في الكلام. الحقيقة اننا احيانا احنا مش خايفين من انتهاء العلاقة، احنا خايفين من شعور الرفض والوحدة وانكسار القلب والبداية من جديد تاني. فبنمسك في العلاقة زيادة عن اللزوم ونراقبها زيادة ونخاف زيادة. طب لو العلاقة فعلا هتنتهي، الخوف مش هيمنع النهاية والقلق مش هيحميك.
والتعلق المرضي مش هيخلي حد يفضل. اللي هيحميك فعلا هو ان انت تبقى قوي من جواك، وتعرف ان نهايات الاشياء لا تعني حياتك. اسمع قلبك، لكن بعد ما تهدي خوفك. ما تصدقش أول صوت جواك، مش كل صوت داخلي حكمة. بعض الأصوات جروح قديمة متنكرة في شكل حدس جواك. اهدى، راقب، شوف الواقع، وبعدها اسمع قلبك. في النهاية العلاقة اللي تستحقك مش هتخليك عايش مرعوب طول الوقت، والشخص المناسب مش هيخليك تقعد تفسر كل حركة. والحب الحقيقي فيه طمأنينة مش رعب دايم. ولو كان خوفك أكبر من حبك يبقى أنت محتاج تعالج خوفك الأول قبل ما تحكم على العلاقة وتحكمها وتنهيها. اوعى تخلي خوفك تقودك، لأن الخوف أعمى ولكن الوعي بصير. ودمتم سالمين.